حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل عام وانتوا بخير. طبعا لسه مستمرين ان احنا بنعمل في توضيبات رمضان. الحاجة المهمة ان احنا بنحب ناكلها في رمضان وبنستخدمها وبنشتريها بالغالي من بره. انا هنا هنعمل طبعا النهاردة الرقاق، والرقاق من اسهل حاجة ان انت ممكن تعمليها في البيت. انا معايا كيلو دقيق، وكان عندي لبن كده، كنت جايبه كيلو لبن، فكيلو اللبن قطع، فقلت هعمل بيه الرقاق. هينفع؟ طبعا هينفع، وهيديله طعم جميل جدا جدا. انا هنا كده حطيت زي ما انتوا شفتوا، يعني نقول سبت من كيلو اللبن كوبايه، حطيتها في كيس وشلتها في الفريزر. قلت برضو اعمل بيها اي معجنات. ادي العجين بتاعي اهوت، علشان بس ما اطولش معاكم الفيديو. بعد ما عجنت العجينه، بسم الله ما شاء الله، بصوا طريه وجميله جدا جدا من اللبن. طبعا اللبن انا دفيته الاول قبل ما اعجن بيه العجين، علشان يخلي لي العجين بتاعي كده يرفع معايا على طول، علشان ما يتعبنيش لما اجي انشبه. طبعا كيلو الرقاق يعني انا كنت سائله عليه من زمان، يعني من شهرين 3، كان ب35 جنيه. دلوقتي الله اعلم بقى، عشان الدقيق غلي ممكن يبقى كيلو دقيق ب50 جنيه، كيلو الرقاق. فاحنا من كيلو دقيق بسم الله ما شاء الله هنعمل شويه رقاق حلوين. عايزه اقول لكم انا النهارده مش مركزه في اي حاجه. الدقيق وقع مني، كوبايه الميه وقعت مني، معرفش، مش مركزه في اي حاجه. بعد ما قطعت كمان الرقاق، لقيت الرقاق مقطعاه صغير، فاضطريت ان انا اعمل الرقاقتين في رقاقه واحده، اكبر الرقاقه بتاعتي، لان كده هتطلع صغيره جدا جدا. مش فاهمه بجد، انا النهارده مش مركزه في حاجه، فما اعرفش، اعذروني. فكده لقيت الرقايه صغيره جدا، فقلت لا، انا هعجنهم تاني كده، ادخل كل 2 في واحده، علشان الرقاقايه تكبر معايا وتبقى حلوه. انا النهارده مش هنشب الدقيق بالدقيق، سوري، مش هنشب الرقاق بالدقيق، لا، هعمله بالسمنه. السمنه هتخلي لي الرقاقايه كده صفرة، وهتقب معايا، وهتبقى جميله جدا، ومش هتتوسخ خالص، وهتبقى جميله وبيضه زي ما انتوا شايفين كده. وكمان الصاج لاخر رقاقايه هيفضل نضيف وهيبقى زي الفل. بصوا الرقاق بيقب زي العيش ازاي، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم العجينه تحفه. ليه؟ السر في ايه؟ السر انه اول ما دخل خلاص اخر لفه في العجان، حطيت ربع كوبايه سمنه مع العجين، هو وخلاص قربت ان انا افصل عنه العجان، حطيت ربع كوبايه سمنه، ولازم تكون زبده او سمنه بلدي، علشان دوت احنا هنعبيه في اكياس وهنشيله، ريحته تبقى حلوه. بلاش سمنه معلبه علشان ما يغيرلناش الرقاق، عشان هنحطه فوق بعضه ممكن الطعم بتاعه يتغير. فمعلقه زبده كده او معلقه سمنه بلدي تتحط، هتوديلك الرقاق في حته تانية. يعني بصوا بسم الله ما شاء الله، الرقاق بيقب كده وبيتنفخ وفي منتهى الجمال. انا بحب الرقاق بيبقى فيه لسعة كده، حتى تلاقوني بودي الرقاق يمين وشمال، علشان واقلبها يمين، اقلبها فوق وتحت، عشان الرقاقة تحمر معايا. محبش الرقاق الابيض ده خالص، ما بستطعمهوش. بصوا الرقاقة بتتنفخ بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا احنا زي ما قلنا كده الرقاق سهل جدا، بيتعجن بمية وملح، ولا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة خالص، هي مية وملح. الرقاق البلدي بتاعنا بيبقى سهل وبسيط ومفهوش اي حاجة. اللي ما بتعرفش تنشب تبططه بايديها وتعمل على قد الصينية بتاعتها، علشان ما نضطرش ان احنا نكسر من الرقاق. تشوفوا حجم الصينية اللي انتوا هتعملوا فيها صينية الرقاق، فتعملوا الرقاقة على قدها. زي ما انا عملت كده، عملت الرقاقة
على قد الصينية بتاعتي. اقلبه يمين وشمال، ولازم ياخد اللسعة دي عشان بتدي تطعيمة لصينية الرقاق، بيبقى الطعم جميل جدا. بعد ما نعمل الرقاق هنفرطه على سفرة او على الرخامة، او نفرش اي مفرش كده ونحط الرقاق عليه، علشان طبعا احنا عاملينه على الصاج، مش الصاج مش هيطلعه لنا ناشف، لازم هيبقى طري، فلازم ان احنا نفرده على الاقل 3-4 ساعات علشان الرقاقة تنشف معانا. في ناس بتحط نشا، انا ما بفضلش النشا، لان النشا بتجلد الرقاق، بتنشفه بسرعة، بس بتجلد الرقاقية، حتى يما تعمليها تحسي ان الرقاية مجلدة، لكن بدون نشا تحسي ان الرقاقة طرية، لو كلتيها كده تحسي ان هي طرية. ادي بقى الرقاق بتاعنا كده بعد ما خلص، الكمية طلعت معايا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده، انا فرشت ملاية على الرخامة وفردت الرقاق بتاعي علشان ينشف. هسيبه بقى كده لمدة 2 ساعات، زي الوقت اللي ياخده لغاية يما ينشف خالص. وبعد كده هلمه بقى في كيس، وهحفظه بقى كده في كيس، واقفل الكيس واشيله بقى كده لرمضان ان شاء الله. عملنا كمية رقاق زي ما انتوا شايفين محترمة جميلة جدا جدا، ووفرنا وما اشتريناش من بره، والحاجة اللي بنعملها ببيتنا وبايدينا طبعا بتبقى احلى وانضف وأأمن وأحسن بكتير وأوفر كمان من بره بكتير جدا. من كيلو دقيق عملنا كمية رقاق بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين الرقاقة طالعة صفرة وجميلة جدا.